السلام عليكم الاخوان. سمحوا لنا الا كنا كنتعطلوا عليكم في الفيديوهات. كما كتشوفوا معنا جبت لكم اليوم واحد ديكور شبيه للخشب. كنا خدمناه بالفيرني ايسانس، دابا غنخدموا غير بالكولا غريفي والكاواتشو والملون. غادي نديروا الملون على شكل عود، وانت لك الاختيار دير اللون اللي بغيتي. كاين البني، يعني جميع الالوان اللي كيكونوا مشابهه للعود. كناخذوا الكولا غريفي، كتكون زايده على الفينيل، يعني مثلا نصف كيلو ديال الكولا في 500 غرام، غادي نديرو 250 غرام ديال صباغه الفينيل. ضروري خاص الكولا تكون اكثر من الفينيل، هي صباغه الكاواتشو. كنمزجوهم مع بعضياتهم، كنخلطهم مع بعضياتهم على هذا الشكل هذا. من بعد كنوضعوا لاتان ديالنا، كناخذوا الالوان المركزه هما هادو ثلاثه الالوان. عندنا الكريم وعندنا المارو وعندنا الاسود، باش نخرجوا اللون ديال العود اللي غتشوفوا معنا على الصوره. دائما اللون الكريمي دائما كيكون اكثر من الالوان الاخرين. اللون الكريم كيكون زايد على الالوان الاخرين كما تشوفوا معنا في الصوره. اخوان اللي مازال ما اشتركش في القناه يدير اشتراك القناه فضلا وليس امرا. ديروا مشاركه الفيديو اكيد الى عجبكم. ما تبخلوش علينا الاخوان، راه ما كنبخل عليكم حتى شي معلومه، راه كاع المعلومات اللي عندنا كنشاركهم معكم. كما شفتوا معنا الالوان هما هادو، كنخلطوا المكونات كاملين ثلاثه. دابا غنديروا اللون المفتوح، من بعد عاد غنديروا اللون المغلوق. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر باش يمكن لكم تفهموا. دابا كنديروا الطبقه الاولى فوق من كما كتشوفوا معنا هذا البلافو هذا راه كان شويه مكرفس، دوزنا ليه لوندوي فينيسيو، لوندوي جولد فينيسيو ابيض. ما دوزنا ليه لا كاواتش ولا والو، غندوزو ليه دابا مباشره، غندوزو الطبقه لان خليناها ليس باش خدمناها بالشتاء، باش من بعد ما نبغيو نديرو الديكور ديالنا اللي على شكل عود ما يمحلناش داك البوشي ديال الرولو. هاد الطريقه هذه كتبغي الحيط او القوس او البلاصه اللي غتخدم بهذا الشكل هذا كتبغي تكون مفينيه مزيان بلوندوي، تكون مدريسيه مزيان باش الخدمه تطلع زوينه كما غتشوفوا معنا في الصوره. ضروري الحيط يكون مدريسي مزيان. كندوزو الطبقه ديالنا على هذا الشكل هذا، كندوزو لي سباس اللي غنخدموا عليها كامله بهذا الشكل هذا. بعد ما كنتهيو من هذه الطبقه هذه الاوليه كنخليوها تجف لمده ساعتين. الكولا راه معروفه كتكرم دغيا. نفس التخليطه اللي كنا خدامين عليها غنزيدوها غير الماء، نخفوها مزيان شويه، ما نخليوهاش ثقيله كما في الكوش الاول. وكنزيدو الالوان المركزه، كنزيدو الكريم والاسود وكنزيدو المارو. كنغرقوا اللون واحد شويه باش الزواقه ديالنا تبان. ديما الالوان الاخوان كناخذوا غير بنقيطه، ما كنحاولوش نكبوا بزاف باش ما يخسرش لنا اللون. كما كتشوفوا معنا الاخوان كنزيدوا شويه الاكحل او الاسود، او المهم راه الكحل راه معروف. كنزيدوا المارو، ولا ما كانش عندك المارو يمكن لك دير لاتان الحمراء حتى هي راه كتخدم. كما كتشوفوا معنا الاخوان راه غنفونسيو اللون شويه كما قلت لكم، حتى لاتان الحمراء حتى هي راه كتخدم. قليل من الاحمر كما قلت لكم، راه خاص اللون يتفونس على اللون الاول باش الزواقه تجي باينه. هذا هو اللون اللي حصلنا عليه اخوان، اللون البني، بني فاتح. واللون الاول راه هو البني الفاتح هو الاول، وهذا البني مغلوق، لون شبيه للعود. من بعد ما كنخلطوا اللون علاش كنديروا الكولا الاخوان في الاول؟ باش ما كتبقاش تشرب لنا الطبقه الثانيه. هاد الطبقه اللي كنديرو دابا ما كتشربش دغيا، يعني كتعطيك فرصه فين تخدم ودير الزواقه ديالك وانت مرتاح. هادوك علاش خدمت فوسيكير؟ باش كيجي الشكل على شكل ان العود ملاقي في ديك الاتجاه. كنقسم البانو ديالي بالسكوتش، راني ركبت السكوتش تما. يعني راه هاد البانو هادي يمكن لك تفينيه في مده 4 سوايع، راه كتكرم بسرعه هاد الماده هادي كولا غريفي والفينيل. كندوز الطبقه ديالي اخوان بشويه عليا على هاد الشكل هذا بالشيته تكون عريضه. من بعد كناخذ هاد الجلده هادي سميتها الفوا، راه متواجده عند دروغري، راه فيها الكبيره فيها الصغيره.
فيها المتوسطه. كناخذ واحد الشيفون الاخوان كنديرو في الايد اليسريه، هو اللي كنبقى كنمسح فيه هذيك الجلده فوبوا. كنخدم بشويه الاخوان، راه كنخدم وكنزيكزاكي ايدي واحد شويه باش نخرج داك لاطراس ديال شكل عود. كما قلت لكم السلعه راه ما كتنشفش دغيا، راه كتعطيك فرصه فين انك تخدم، واخا تخسر واحد البلايصه راه يمكن لك انك ترقعها وتعاودها وتجي مزيانه. مثلا شي بلاصه خسرات بحال هاد البلاصه اللي غتشوفوا دابا غنعاودها، يمكن لك انك تعاودها لان المنتوج ما كينشفش بسرعه. كما كتشوفوا معنا الاخوان، تبعوا معنا الفيديو باش تشوفوا النتيجه الاخيره. شوفوا معنا الشكل كيفاش جا، راه جا هائل الاخوان. الا شتيه مباشره راه غيبان لك بحال انك مركب عود في البلاف، وكيطلع بثمن رخيص وما كيكونش مكلف اكثر من قياس. يعني غير كيلو ديال الكولا، الا خديتي كيلو ديال الكولا يقدر يضرب لك تقريبا حتى 3 البلافوات بهذا الشكل هذا. وكيجي الديكور هائل ورائع، ما كاين لا ريحه لا حتى شي حاجه، وكيجي مات. واللي عزيز عليه البريو راه يمكن ليه يدير البريو، راه ياخذ غير الفيرني ترونسبارو بريو ويدوزو فوق منه، راه كيجي بريو من داك الشيء رفيع. شوفوا معنا الاخوان الشكل النهائي. اخوان ما تنساوش ديروا مشاركه للفيديو، ما تنساوش ديروا واحد ابوني للقناه الى عجبكم هاد المحتوى اللي كنديرو. ما تبخلوش علينا الاخوان بشي لايك. شوفوا معنا الشكل النهائي الاخوان، راه قلت لكم كيجي شي حاجه رائعه وكيجي على شكل عود في البلافو. هذا هو الشكل النهائي الاخوان، والسلام عليكم ورحمه الله.